صباح او مساء الورد على حسب وصول الحلقه دي ليك. اهلا بيكم في حلقه جديده من قناه اي تو زد الشيف ندى، برنامج لقطات ذهبيه من التاريخ الاسلامي. النهارده هنتكلم عن امير قبل الاسلام ومحارب بعد الاسلام، عن واحد كان من ألد اعداء الاسلام وبعد الاسلام بقى من اقوى محاربين. النهارده هنتكلم عن عكرمه ابن ابي جهل. اول حاجه قبل ما نقول مين عكرمه ابن ابي جهل، طبعا احنا عارفين مين ابي جهل، ده مش محتاج تعريف لوحده. مين ابي جهل وكان بيعمل الاسلام؟ عكرمه ابن ابي جهل كان واحد من ألد اعداء الاسلام، كان واحد بيعذب الصحابه وبيؤذي الاسلام لدرجه ان ليه فلاتات ما قبل الاسلام، زي مثلا يوم الخندق. يوم الخندق عدى الخندق بس 2، واحد منه احنا عملنا عنده حلقه في الاول خالص اللي هو عمرو بن ود، والتاني سيدنا عكرمه. عمرو بن ود مات عليه سيدنا علي بن ابي طالب، لكن سيدنا عكرمه رجع تاني، عدى تاني الخندق ورجع تاني. سيدنا عكرمه قبل الاسلام كان ليه صولات وجولات، لدرجه ان الرسول عليه افضل الصلاه والسلام وهو بيفتح مكه ساعه فتح مكه قال ما تقتلوش طفل، ما تقتلوش اي حد، مش عايز يبقى فيه عراق الا التوب 10 13 واحد. التوب 10 اللي هم ايه يعني اكتر ناس مطلوبه في يموتوا. قال لا تقتلوا احدا الا ال 13 واحد دول، اذا اقتلوهم حتى اذا تعلقوا باستار الكعبه، يعني لو شفتوهم كده متعلقين باستار الكعبه اقتلوهم. ده كده كان على راسهم سيدنا عكرمه بن ابي جهل. لما حصل فتح مكه ما حصلش فيه قتال خالص الا في الباب اللي دخل منه سيدنا خالد بن الوليد، لقى فيه سيدنا عكرمه وكم واحد معاه، هو ده الوحيد اللي حصل فيه قتال وهرب منه سيدنا عكرمه. وطبعا بعد فتح مكه رجع كان سيدنا عكرمه بيحاول يعدي البحر الاحمر، وبعت له المسلمين قالوا له خلاص ارجع والنبي هتقبل منك توبتك. حدنا سيدنا النبي لما رجع سيدنا عكرمه قال للصحابه لا تؤذوه في ابيه، يعني خلاص ما حدش بقى يبص له بصه وحشه، ما حدش يقول ابن ابي جهل او الكلام ده، عشان احنا عايزين نستقبله في الاسلام. كل ده قبل اسلام سيدنا عكرمه. اسلم بقى سيدنا عكرمه ودخل مع الرسول كل الغزوات اللي حاربها الا لحد يوم اليرموك. جه في يوم اليرموك وكان حرب كبيره جدا جدا بيقودها سيدنا خالد بن الوليد، وكان تحت لوائه سيدنا عكرمه. لما اشتد القتال في غزوه اليرموك وكان في بدأ ناس يهربوا من القتال ورا، سيدنا عكرمه قال قاتلت مع رسول الله في كل موطن وافر منكم اليوم، يعني انا حاربت في كل المعارك هاجري منكم انت. وبص للصحابه قال لهم من يبايعني على الموت. يعني ايه من يبايعني على الموت؟ يعني احنا هنعمل عمليه انتحاريه، مين اللي جاي معايا فيها؟ احنا هنروح مش هنرجع. كان ايه بقى العمليه الانتحاريه؟ زي ما كنا قلنا قبل كده في اقوى انسحاب في التاريخ، كل الجيوش بيبقى ليهم حامل رايه وقائد الجيش. الاثنين دول لو ماتوا، حامل الرايه لو مات او قائد الجيش لو مات، الجيش بيتفكك او الجيش بيتهز، ما حدش بيعرفه. انت فاهمني؟ فكانت العمليه الانتحاريه اللي كان بيفكر بيها سيدنا عكرمه ان هو يقتحم هو والناس اللي معاه الجيش ويقتلوا حامل الرايه ويقتلوا قائد الجيش ويرجعوا. دي كان المطلوب، ما نعرفش بقى ايه اللي حصل فيها. فقال لهم من يبايعني على الموت. بايعوا 400 واحد، 400 صحابي، دخلوا مشيوا اقتحموا مع بعض كلهم جيش اليرموك، وقعدوا يقتلوا. كان على راسهم سيدنا عكرمه ابن ابي جهل وسيدنا عبد الله بن عكرمه ابنه. وبالفعل حققوا اهداف العمليه الانتحاريه، قتلوا حامل الرايه، قتلوا قائد الجيش. مين اللي رجع؟ سيدنا عكرمه وسيدنا عبد الله. بس 398 واحد ماتوا استشهدوا، وهم الاثنين اللي رجعوا بقى حالهم ازاي؟ رجعوا بيستشهدوا، يعني خلاص بقى ودوهم لسيدنا خالد بن الوليد اللي هو كان امير المعركه ساعتها، كان هو قائد الجيش. وخد سيدنا عكرمه على رجله وهو خلاص بيتشاهد بيستشهد خلاص، وبدا اللي هو يتكلم معاه وبيقول له
والله اوفيت يا عكرمه. اللي هو انت عملت اكتر من اللي عليك خلاص، يعني انت عملت الاسلام اكتر بكتير من اللي عملته اللي قبل الاسلام. وبعد ما استشهد سيدنا عكرمه شافوا جسده عشان يشوفوا كميه الطعنات اللي فيها، لقوا فيها 74 طعنه، ما بين طعنه سيف وغرزه رمح وضربه سهم. 74. انت اساسا لو معاك كده حاجه قدامك بتضرب فيها 74 طعنه هتاخد اكتر من 5-6 دقايق. فتخيل هو داخل وبيحارب وبيضرب وقتل قائد حامل الرايه وقتل حامل الجيش، ورجع وبيتضرب وفي جسمه 74 طعنه. وهنا استشهد سيدنا عكرمه بن ابي جهل في المعركه دي، بس كان ادى اللي عليه لصالح الاسلام ونصر الاسلام بطريقه صعب جدا تلاقي حد من الايام دي موجوده زيه، او حد من الناس اللي قدرت توفي بوعدها لوعد الرسول الله اللي هو قال له كل اللي انا عملته ضد الاسلام هعمله الاسلام. واستشهد سيدنا عكرمه ابن ابي جهل في المعركه دهيت وابلى بلاء حسنا. واحب اوجه تحيه كبيره جدا لصيدليه هشام وفؤاد الشفت بالليل فرع النادي، لان هما بيدعمونا دعم كبير جدا جدا جدا، نقول لهم شكرا. وفي اخر حلقه انتوا عارفين هتعملوا ايه، ما تنسوش اللايك والشير والكومنت، ولو انتوا مش مشتركين في القناه انزلوا اشتركوا في القناه لان الكلام ده بيدعمني جدا. وبس كده يا سيدي، سلام.